ليكم هانتوما شوفوا كيفاش كيجي من الداخل. هنا سخون بزاف. هانتوما شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي يترمل وكيجي يتفرتت. هانتوما تبارك الله كيفاش كيجي. اهلا وسهلا المتابعين ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأتم الصحه وباحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله باذن الله عز وجل غادي نشارك معكم مسمن ديال الفران اللي كيجي بالشحمه، كيجي رائع وكيجي يعني هشيش. المهم غتشوفوا معايا كيفاش كيجي زوين بزاف. المهم اول حاجه كنحتاج هنايا عندي واحد جوج زلافات ديال الفورص او الدقيق الابيض، وعندي زلافه ونص ديال الفينو الناعم هذا الرقيق هذا كما كتشاهدوا معايا. هنا درت واحد المعلقه ديال السكر، ها انتم ها هي معلقه ديال السكر سنيده، والملحه حسب الذوق ها هي كما كتشوفوا معايا. وسمحوا لي على الصوت ديال الكوكوطه. هنا غادي ندير هنايا واحد الحفيره وغادي نبدا نعجن بالماء دافي. الماء يكون دافي. هنا دابا مع الحال برد شويه غادي نديرو شويه الماء دافي وتنبدا نعجن مباشره كما كتشوفوا معايا. شهيتو اليوم جاتني القناه ديالي على المسمن وقلت اجي نشاركو مع خوتي كيفاش كندير ليه وكيجي زوين ما شاء الله. هانتوما يمكن راني مضر كاع لكم الكاميرا بالكاسرونه، هنا غنحيدها نكبيت الماء الدافي صافي وكنبدا نعجن عجينه عاديه ديال المسمن صافي. غير كنعركوها شويه وكنجمعوها بالماء كما كتشوفوا معايا. هنا طرقت عليكم الكاميرا داكشي علاش حيدت ديك الكاسرونه. هانتوما حاولوا ما ديروش العجينه رطبه بزاف وما ديروهاش قاصحه بزاف باش ما تمعذبكمش. واهم حاجه سواء المسمن ديال الفران ولا المسمن ديال المقله، حاولوا ما امكن ما ديروش العجينه رطبه بزاف او جاريه كما كنقولوا باش ما تشربش لكم الزيوت. هانتوما عجينه عاديه وصافي، عجينه المسمن العاديه. غير هنايا عجننا بشويه الماء دافي. الا كان الحال سخون حنا كنعجنوا غير بالماء بارد. هنا في هذه المرحله هذه بغيتو ديروا شويه ديال الخميره ديال الحلويات ولا الخميره العاديه كديروها نتوما، تيرجع لكم داكشي تيبقى ذوقكم. الا بغيتو تخبزوه ديك الساعات يعني واخا ديروا خميره كنتو غتعطلوا عليه في الخبيز، يعني غتخبزوا على خاطركم بلاش الخميره. ومن الاحسن انا ما كنفضلش مسمن دار فيه الخميره، من الاحسن مسمن ما نديروش فيه الخميره. هانتوما صافي ها هو هنا غيبان لكم انه راه العجينه ديالي كانها جاريه. هنا العجينه ديالي ما جارياش، انا طلقتها هكا على حساب الفينو لان عندي النوعيه ديال الفينو كتشرب. شنو غندير دابا باش نشرح لكم؟ غادي نبقى نعركها على هذا الشكل هذا. هانتوما كما كتشوفوا معايا انا غادي نبقى نعرك العجينه ديالي حتى تشرب ليا وتلم معايا، وغادي نعاود نرجع معكم ان شاء الله باش ما نطولش عليكم. وانتم غتشوفوا معايا هكا كنبقى ندير ليها كندلكها على هذا الشكل هذا. غتبان لكم هنا راها كتلصق كما كتشوفوا، ولكن هي ما غتبقى لا تلصق لا حتى شي حاجه. غادي نبقى ندير ليها بحال هكا غير بالكف ديال يدي من البلاصه غدوز ليا العجينه ديالي ملمومه وفي نفس الوقت مدلوكه. المهم كما قلت لكم غنبقى نديها ونجيبها بالقصريه غير بالكف ديال يدي حتى تشرب ليا مزيان وتجمع لي العجين ديالي ونعاود نرجع معها. هنا كما كتشاهدوا معايا انا ما قطعت لكم حتى شي مرحله من العجين. هانتوما العجينه ديالي كيفاش كتشوفوها معايا دايره، هنا راها باقا كتلصق هانتوما وراها باقا ما دلكاتش مزيان. هنا شنو غندير؟ غنحاول نغسل يديا باش ما تبقاش تلصق ليا في يديا. غادي نغسل غير يديا وغادي نرجع نكمل العجين ديالي عادي كما كتشاهدوا معايا. من الاول كتكون تبان لكم جايه ولكن كيرجع الماء على حسب النوعيه ديال الفينو اللي نتوما دايرين. سمحوا لي على صوت الكوكوط اليوم راها جا فيه الكانه على البصاره وعلى المسمن. هانتوما انا غسلت غير يديا وكنرجع للعجينه ديالي. هانتوما شوفوا كيفاش كتولي، نتمنى يكون واضح لكم. هانتوما شفتوها هنا العجينه ديالي راها
قصاحت كما كتشاهدوا معايا، وفي نفس الوقت عركتها يعني مزيان هكا بالكفه ديال يدي. انا كنعرك فيها وداك الفينو كيشرب ليا في الماء. هنا الا بانت لكم قصاحت بزاف ولا كان الفينو ديالكم كيشرب بحال ديالي، كتزيدوا الماء، كتبقاو ترشوا غير الماء بحال هكا في القصريه، وانتم كتدلكوا عادي. ما كانش الفينو ديالكم كيشرب كتكتفيو بالقدر الاول اللي درتو ديال الماء وصافي، يعني عادي. هانتوما يعني العجينه ديالي كتعطينا طوع بحال هكايا. دابا شنو غندير؟ غادي نخليها ترتاح واحد شويه، وغادي ندوز باش ندوب الشحمه. كما قلت لكم انا غندير مسمن بالشحمه، وغنقاد الخلطه ديالي باش يجيني المسمن ديالي مفرك من الوسط، ونعاود نولي معاكم بين ما ارتاحت لي نيت العجينه. هنا رجعت معاكم بعد ما لميت العجينه ديالي، غير ما زدتهاش دليك صافي، حطيتها هنا ترتاح. هنا كنحتاج للتوريق، كنحتاج الفينو الرقيق، غادي ندمجو مع واحد الخماره ديال الحلوى كما كتشوفوا معايا. هاد الخميره ديال الحلوى وهاد الفينو هذا كيعطيونا واحد الورقات متفرقين على بعضياتهم، وكيخليو المسمن ديالنا كيتنفخ من الوسط وكيجي مقرمش وكيجي زوين، بالخصوص ديال الفران كما قلت لكم. وحتى في ديال المقله ممكن انكم ديروا هاد الخلطه هذه وتخدموا عادي ماشي مشكل. هنا سمحوا لي انا حركت غير بهذه صافي. هنا شنو غادي ندير؟ هنا عندي هاد الكاسرونه هذه، هنا غادي ندوب الشحمه كما قلت لكم او ليدام. ها هي هنا غتشوفوا هاد الشحمه هذه غتجيكم بحال الشكل ديال الزبده. هانتوما شوفوا كيفاش دايره، وبيضاء ونقيه وشفافه. غتقولوا خديجه واش هذيك شحمه؟ اييه هذه راها الشحمه. ها هي هاد النوع ديال الشحمه ديال الكلاوي، سواء ديال البقري ولا الشحمه ديال الغلمي ولا كما بغات تكون، كتبقى على حساب الرغبه ديالكم نتومايا. انا نقول لكم شنو كندير لها وكيفاش كتبقى ليا من العام حتى العام بحال هكايا، يعني ما كتخسر ما حتى شي حاجه، كتبقى زوينه. كنشد الشحمه يعني عاديه، كنقطعها طريفات وكندوبها على نار مهيله باش ما تحرقش من طبيعه الحال، مع قريصه ديال الملحه. ضروري الملحه هي اللي كتحافظ لكم عليها من العام حتى العام. المهم كندوبها، كنبقى نحركها وهي كدوب، فيما كتطلق ديك الزويته ديالها كنصفيها وكنخوي في واحد السطيل ولا شي حاجه اللي كتكون ديجا حاطاها في الماء. كنكون حاطه داك السطيل، بحال مثلا باغا نخوي في هاد الكاسرونه هادي، كنحط هاد الكاسرونه هادي الكاع ديالها في الماء، وكنبقى نصفي وانايا كنكب بحال هكايا وهي كدوب، وانا كنصفي وهي كدوب وانا كنصفي حتى تنتحصل على هاد الزويته هادي كما كتشوفوا ديال الليدام. الريحه ديالها زوينه ما فيها حتى شي ريحه، والمذاق ديالها رائع ما شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا كتجي رائعه. انا هذه كنستعملها في المسمن بحال هكا ديال الفران. ممكن انكم ديروا معاه البصله والربيع وداكشي، انا غنديروا اليوم غير سامبل. وكنستعملها في سميتو في اللوبيا. الا بغيت نطيب اللوبيا كيعجبني ندير واحد هكا واحد المعلقه من هاد الشحمه هذه بحال هكايا كنلوحها في اللوبيا وكتجي زوينه. صافي هادشي اللي غنحتاج في هاد المسمن هذا. المهم انا شرحت لكم على هاد الشحمه هذه باش ما تقولوش راها زبده، والله خوتي حتى شحمه ماشي زبده كما كتشوفوا معايا. صافي غادي نحطها غير تذوب دابا، غادي نحطها غير تذوب ونحطها على جنب تبرد صافي، ونبوق المسمن ديالي. المهم التبواق ديال المسمن راكم عارفينه، المهم غنشاركو معكم حتى هوايا ماشي مشكل. صافي غادي نحطها تذوب ونرجع نبوق المسمن ونبدا نخدم مباشره. هنا صافي كما قلت لكم حطيت ديك الشحيمه ديالي تذوب. هنايا هانتوما المسمن ديالي كنجيب واحد النقيطه ديال الزيت كندهن يديا بحال هكا صافي، وغادي نبدا على هذا الشكل هذا. غنديرهم انا بواقات صغيورين. غتقولوا علاش درتيهم بواقات صغيورين؟ باش حقاش غادي نورقهم وتجيني وحده في وحده. هانتوما على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا. نحط هذا حدايا صافي هكذا. انايا كنبوق المسمن ديالي. غير هي فاش تكونوا تقطعوا في المسمن ديالكم، مثلا باغيين ديروا 3 من الديبار كدوزوا داك المسمن ديالكم، يعني تقطعوه 3 قريصات كل 3 بوحديتهم، يعني يكونوا محسوبين. كنتو باغيين ديروا 4 كتقطعوا 4 على محسوبين كنتو باش ما يجيكمش بالفرد، فهمتوني؟ بحال دابا مثلا انا هنا هانتوما نحيد هذه باش تفهموا. دابا مثلا هاد 3 هادو مثلا غادي نديرهم في بعض، وهاد 3 هادو غنديرهم في بعض، هادو وحده وهادو وحده، فهمتوا؟ باش ما يجينيش بالفرد صافي. وكنبقى مستمره كنقطع على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، يعني كل 3 الحبات غادي نديرهم في وحده، يعني كل 3 في واحد. يعني هنايا كل 3 الحبيبات
او 3 الكويرات راهم غادي تكون منهم غير مسمنه وحده، كل 3 ديال الكريصات منهم مسمنه وحده. بحال دابا انا مثلا هاد البواقات اللي شفتو عندي كاملين، هو هاد الكويرات كاملين راهم غير 3 المسمنات، يعني هاد 3 وحده وهاد 3 وحده وهاد 3 وحده، فهمتوا؟ صافي هادشي اللي كاين. غنستمر انا حتى نكمل العجين ديالي كامل ونعاود نرجع معكم. صافي التوراق راه عادي، المهم غير نشاركو معكم حتى هويا وهانتوما معايا. هنا رجعت معكم بعد ما ذوبت الشحمه، هانتوما شوفوا اللون ديالها كيفاش كيولي. الناس اللي ما كيبغيوش الشحمه تقدروا ما ديروهاش، ديروا الزبده، يعني راه عادي، راه ما كاينش اختلاف بيناتهم، ديروا نفس الطريقه وديروا الزبده عادي. هكا غندهن القصريه بشويه ديال الزيت صافي، وغادي نبدا نورق المسمن ديالي عادي. العجينه راها ناجحه، شوفوا العجينه ديالنا كيفاش دايره. مازال انا هنايا راني باقا ما خليتش العجينه ديالي ترتاح، يعني مازال ما خليتها ترتاح مباشره. انايا هنايا بديت الخدمه، هانتوما انا هنا راني مع عجنتها بوقتها مباشره في يدي في خويا بالزربه يعني. وهنا راه تبان لكم بلي راه العجينه ما مرتاحاش، غير من يديروا العجينه وتلقاوها مازال كترجع عندكم في القصريه، عرفوا بلي راه العجينه مازال ما خدات الوقت الكافي ديالها باش انها ترخى وترتاح شويه. انا بغيت غير نوريكم وعاد غادي نمشي انا نكمل ديك الساعه على خاطري. المهم غير نشارك معكم نتوما تشوفوا، ومن بعد نمشي انا نكمل الكميه ديالي كامله ونوريها لكم ان شاء الله بعد ما طيب. هنا ضروري تورقوا هكا مزيان كما كتشوفوا، ها نتوما على هذا الشكل هذا صافي. وكنجيو لهاد الخميره وهاد الفينو هذا كنرشوا بحال هكا واحد الرشه مزيانه ديال الفينو صافي. وغادي نهز بالمعلقه، غادي نقرب ليا وغادي نهز بالمعلقه وغادي نرش هكا شويه ديال الزبده ديال عفوا ديال الشحمه، هانتوما صافي. وكنطوي مسمن عادي المربع عادي، ولكن بالشحمه وحيده في قلب وحيده. هانتوما هذه غادي نحطها هنايا وغادي نعاود وحده اخرى نستمر على نفس الشكل. المهم غادي نورق ونعاود نولي معاكم ثانيه حتى هي بنفس الطريقه. هنا انا قطعت لكم غير المرحله ديال التورق باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف صافي. وكنجيب شويه الشحمه وكنرش هكا وسط ديك المسمنه هكا. كنجيب الكريصه الثانيه وكنحط منها هكا ديال الوسط وكنطوي عليها، نعاود نزيد الكرصه الثالثه ها نتوما حتى هي غادي نبسطها ونعاود نوريكم. ها هي الثالثه. هنا غتقولوا علاش كتكرري الشرح، راه ماشي كلشي كيعرف، راه ماشي كاع الناس يعرفوا، راه كاين اللي كيشوف شي حاجه وما عارفهاش حتى كيفاش كتخدم، غير كيشوفها كتعجبو وصافي ما عارفش الطريقه ديالها كيفاش. لهذا كنكرروا باش الاخوات ديالنا والاخوان ديالنا اللي ما عارفينش يعني ما فيها باس يفهموا شويه. ماشي عيب اننا نشاركوا مع بعضياتنا الحويجات اللي كنعرفوا. انا بديا شي حوايج مثلا كنكونش عارفاهم، راه هاني كنتجه للناس اللي عندهم فيهم خبره والناس اللي كيعرفوا اليوم، وكنهزهم وكنشوف وكنتفرج وكنطبقهم في داري. ماشي عيب اننا نكرروا ولا نشرحوا. بزاف ديال الناس يعني ما عارفينش شي حاجه، ولا الا وريتيهم شي حاجه راه انت عندك لاجر وهما كيستافدوا. صافي دابا انا غنكتفي بهذا القدر هذا. بغيتو ديروهم كبر من هكا كتعاودوا تورقوا وتبقاو بنفس العمليه نفس الطريقه، كتبقاو ديروا وحده في وحده وحده في وحده الحجم اللي بغيتو نتوما. بغيتو ديروا حتى هذا العجين كامل في مسمنه وحده ممكن انكم ديروا، داكشي كيرجع لكم نتوما. انا غادي نديرهم غير صغيورات ما غادي نكبرهمش بزاف. صافي غادي نكتفي بهذا القدر هذا، غادي نستمر حتى نكمل العجين ديالي كامل، ومن بعد ان شاء الله بين ما يكونوا هادو ترخاو غادي ندوزو باش نبسطوهم وندخلوهم الفران. صافي هادشي اللي كاين دابا. هنا في هذه المرحله هذه انتهينا من الشرح ديالها. نتلاقاو باش نبسطوهم باش ندخلوهم الفران ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا معايا راني ساليت التوراق ديالي بسرعه دغيا كيوجد، ما كياخذش منا واحد الوقت كبير. هنا حطيته في اللاطه هانتوما كما كتشوفوا معايا راه ساهل باش كيمشي. وما تخافوش من ليدام او الشحمه الا بانت لكم جمدات ما تخافوش منها. هنا بالنسبه للخبيط بغيتو المسمن ديالكم يجي رقيق ويجي مقرمل كتخبطوهم بزاف
ما بغيتوش المسمن ديالكم يجي رقيق يعني غير كتبسطوا غير واحد شويه وصافي، يعني ما كتخبطوهش بزاف. هنا انايا درت في اللاطه باش نوريكم. ها نتوما صافي الفران ديالي راني شاعلته يسخن. شنو غادي ندير دابا؟ صافي بعد ما بسطته بحال هكا غادي ندخلو للفران الفوق هو الاول. ملي غادي ندخلو الفوق هو الاول غادي نخليه حتى تيتنفخ. تبارك الله عرفتوا راه كيولي بحال هكا بالنفخ. نقدر نوريكم شي لقطه من الفران على السريع، واخا الفيديو راه غادي يجي طويل سمحوا لي بزاف حيت الفيديوهات كنطولهم. ملي كنكون دايره شي وصفه راني كنبغي نشرح كلشي. هانتوما صافي بحال هكا ساهل عادي. غادي ندخلو للفران كما قلت لكم حتى يتنفخ. غادي نوريكم شي لقطه ان شاء الله من الفران باذن الله. صافي ونخليه يتنفخ مزيان ومن بعد نهبطو لتحت باش يتحمر عادي عادي، يعني مسمن عادي. هانتوما صافي انا غادي نوريه لكم ان شاء الله كما قلت لكم شي لقطه في الفران ونوريكم الشكل النهائي ديالو بعد ما يوجد لينا المسمن ديالنا اللي كيجي مقرمل وكيجي رائع وهو ديال هذا البرد هذا ما شاء الله. هانتوما كيفاش كيتنفخوا شفتوهم. هانتوما هنا دابا صافي غادي نهبطهم لتحت باش يتحمروا ليا وياخذوا اللون المطلوب ونوريكم بالشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. متابعين ديولي هنا انا ساليت غير الجزء الاول باقي ليا هنايا في الفران. هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالي. ها انتم تبارك الله التقرميشه كيفاش كتجي وكيجي زوين وحمرته. ها انتم حمرته كيما الظهر ديالو كيما هنايا الوجه ديالو كيجي رائع وما كيجيش فيه المذاق ديال اللدام نهائيا. كيجي بنين وكيجي زوين. ها انتم كما كتشوفوا معايا وراه كيجي خفيف. ها انتم حامي هنايا. المهم نقسم نوريكم من الداخل ما قدرتش مع السخونيه. شوفوا هنايا كيف تيجي مرق وكيجي زوين بزاف. هانتوما كما قلت لكم راه كيجي ناشف وما كيجيش فيه لدام. هانتوما الشكل ديالو كيفاش داير. كان هذا هو الفيديو ديال نهار اليوم. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء. نتلاقى معكم ان شاء الله بحول الله في شي فيديو اخر.